بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده حابب اتكلم عن كونسبت مهم جدا في فلاتر اللي حاليا مفيش اي ابلكيشن يقدر يستغنى عنه، الا وهو الديبندنسي انجكشن. بس لو جينا نلاحظ هنا في البدايه هتلاقي ان انا عندي هنا شات كيوبيت بينجكت جيميناي شات ريبو امبلمنتيشن اللي بتعتمد على جيميناي سيرفيس، كذلك بتعتمد على اي باي كلاينت. فانت هتلاقي ان انت عندك هنا اكتر من حاجه معتمده على بعض، كمان ان انت ممكن يكون عندك في الجزئيه ديت اكتر من كيوبيت. فبالتالي لو جينا هنا مثلا خليناها مالتي بلوك بروفايدر، تمام، وادينا لها هنا البروفايدرز بتاعتها. حلو. فهتلاحظ ان انت عندك هنا اكتر من انستنس مستخدمهم، بالرغم ان انت مش محتاج غير نسخه واحده بس تشتغل عليها وتعيد استخدامها. كمان الاي بي اي كلاينت كذا حاجه هنا فيه معتمده، كذلك ان انت لو رحت هنا عدلت في حاجه معينه، مثلا لو جيت هنا خليته هنا مثلا required، حلو، ورحت على الشات سكرين، هتبص هتلاقي ان انت محتاج في كل مكان انت مستخدم فيه الاوبجكت ده محتاج تروح تعدل فيه. وهنا يجي مفهوم الديبندنسي انجكشن. بس في البدايه تعال نروح نرجع كل حاجه زي ما كانت، تمام، ونروح على الاي بي كلاينت نرجعه برضو، حلو، ونروح على الشات سكرين ونبدا نخش هنا. هنا بقى يجي دور جيتت، وجيتت هي عبارة عن سيرفيس لوكيتور، واللي من خلالها اقدر اريجست لسيرفيس معينة، وبعد كده كل ما احتاجها اقدر استدعيها بكل بساطة، وهتكون دايما نفس السيرفيس اللي انا كنت مستخدمها. فهنيجي هنا نضيف جيتت، تمام، فنروح على التيرمينال ونبدأ نضيف الباكج. فهي عبارة عن فلاتر باب اد، وهنضيف الباكج بتاعتنا انا كنت ضايفها قبل كده فنقدر نستخدمها على طول. فانا هروح على الكول فولدر، هكريت فولدر اسميه يوتيلز، تمام، هكريت هنا فايل اسميه سيت اب جيتت دوت دارت. في البدايه هنيجي هنا نبدا نعمل انستنس منها، فهكتب هنا var جيتت، واقدر اخد انستنس منها فاقول له عباره عن جيتت دوت انستنس، تمام. هنا بقى اقدر اعمل فانكشن اعمل فيها ريجستر كل السيرفيس اللي انا مهتم بيها، وبعد كده اقدر استدعيها في المين. فنيجي نعمل هنا void، تمام، سميناه سيت اب جيتت. اقدر اروح هنا على المين دلوقتي واستدعيها هنا، تمام، حلو، ونبدا نروح على سيت اب جيتت على السيرفيس بتاعتنا، نبدا نستخدم هنا جيتت، ونبدا نعمل ريجست لكل السيرفيس اللي انا مهتم بيها. في البدايه انا مهتم بالاي بي اي كلاينت، ليه؟ لان دي اكتر حاجه هتلاقيها مستخدمه على مدار الابلكيشن كله. يعني ممكن تلاقي اكتر من ريبو معتمد على الاي بي اي كلاينت، فبالتالي انا مهتم بيه ان انا اعمل له سيرفيس واعيد استخدامها كل مره. فنبدا نعمل له ريجستر سنجلتون، وسنجلتون ده عبارة عن باترن، واللي من خلاله اقدر اكريت نسخة واعيد استخدامها كل مرة. بس ده مش الباترن الوحيد اللي موجود في، برضو هنا الليزي سنجلتون، تمام. والليزي سنجلتون ده نفس الفكره بتاعت السنجلتون، الا اللي هو الاختلاف بتاعه ان انا مش بكريت الحاجه الا لما ابدا استخدمها. يعني مثلا لو انا انشات سيرفيس معينه وعملتها ليزي، طالما الابلكيشن ما استخدمش السيرفيس دي فهو مش هيستخدمها، مش هيعمل لها انشاء اصلا. بس انا في الحاله دي هنا مش هتفرق قوي. يعني ليه؟ لان انا عندي الاي بي اي كلاينت بيتنفذ على الابلكيشن كله، فبالتالي مش هيفرق معايا هنا هو سنجلتون او ليزي سنجلتون. تعال نخليه هنا مثلا سنجلتون، وهنبدا نديله التايب بتاعه، فهو يكون عباره عن اي بي اي كلاينت، تمام. وابدا هنا اضيف الاي بي اي كلاينت بتاعي. تعالى بقى نشوف الحاجه الثانيه. انا مهتم هنا مثلا ب وليكن جيميناي سيرفيس، فاجي هنا اقول له جيت ات دوت ريجستر سنجلتون ليزي، تمام، وضفت هنا واجي اضيف هنا جيميناي سيرفيس. حطيت
channel callback. تمام حلو. ولو جيت تلاحظ هنا هو مجرد استخدم على طول النسخه اللي انا انشاتها فوق، والميزه هنا عشان هي مش فيوتشر فانت بالتالي بعد ما تنتهي من السطر ده فانت عندك اكسس على طول على النسخه اللي انت عملتها. تمام حلو. فهنيجي هنا نعمل برضو نسخه تانية للريبو بتاعتنا، فاقول له ان انا عايز اعمل هنا get دوت ريجستر ليزي مثلا سنجلتون، جنريت للسنجلتون. كويس تمام. نبدأ نضيف كل حاجة عندنا، نعمل لهم بس امبورت. عملت دلوقتي سيرفيس من الجيميناي ريبو، واستخدمت فيها النسخة اللي أنا أنشأت فيها إيه؟ الجيميناي سيرفيس اللي هي مستخدمة أصلا النسخة بتاعت ليباي كلاينت. بس في هنا مشكلة إن هو المفروض هنا ما كانش يعتمد على الجيميناي شات ريبو امبلمنتيشن. ليه؟ المفروض هنا انت عندك شات ريبو هي عباره عن ابستراكت كلاس وبيتم تنفيذها باكتر من مره. يعني وليكن ان انا عندي هنا ان الشات ريبو دي بيستخدم فيها كذا حاجه، شات مثلا ريبو جيميناي وكشات ريبو كاوبن اي اي. تمام. فلو جيت تلاحظ ان انت هنا بتعتمد الامبلمنتيشن، اقول لك لا، انت يفضل ان انت تحط هنا الابستراكت كلاس بتاعك. يعني المفروض ان احط ايه؟ الشات ريبو بتاعي. طب ليه؟ لان بحيث لو انا غيرت السيرفيس مثلا ممكن اجي هنا على طول ببساطه وابدا استخدم السيرفيس الثانيه اللي عامله اكستند او عامله امبلمنت للشات ريبو. تمام حلو. فبالتالي انا عملت هنا خلاص للريجستر الحاجات اللي انا مهتم بيها. طيب فهتيجي هنا مثلا في حاجه برضو ممكن نعملها، تقول لي مثلا ما انا ممكن اعمل الكيوبيت، اعمل له سنجلتون واعيد استخدام نفس النسخه وهكذا. هقول لك تمام، بس لو جيت هنا عملت سنجلتون للكيوبيت هيبقى غلط. ليه؟ لان الكيوبيت ده هو كده انت حولته لجلوبال، وجلوبال انت مش محتاج اصلا الكيوبيت يبقى جلوبال خالص، خصوصا ان هي ستريم يعني سورسز تقيله شويه. هنا في حل ممكن نستخدمه، ايه هو؟ لو جينا هنا مثلا احنا عايزين برضو نعمل نفس الفكره بس مع الكيوبيت، قال لك ان انت تقدر هنا تعمل جيتت، بس هتستخدم حاجه اسمها ايه؟ ريجستر فاكتوري. قال لك استخدم حاجه اسمها ريجستر فاكتوري. تمام. واللي من خلالها اقدر استخدم نسخه من الكيوبيت بكل بساطه. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان انت لو عملت ريجستر كسنجلتون او ليزي سنجلتون انت هنا بتخليه جلوبال، وانا طبعا مش عايز الكيوبيت يبقى جلوبال، فبالتالي بنستعمل حاجه اسمها ريجستر فاكتوري. وميزتها ان هي يعتبر نفس نظام البروفايدر، بس الحاجه الحلوه اللي فيها ان انا بيتم استخدام الحاجه دي وقت ما ابدا احتاجها. يعني لو رحت على سكرين معينه ومحتاج فيها الكيوبيت او الشات كيوبيت ده بيبدا هو ينشئ الشات ده، ولو خرجت من السكرين بيبدا يحذف. تمام. فده كده بالنسبه لي هو جيتت. حلو. فنبدا نطبقها. نبدا نروح هنا على الشات سكرين، وبدل ما كنت ابدا اديله كل ده اقدر بكل بساطه اروح هنا واقول له عباره عن جيتت واديله ايه، واعرف هنا الجيتت عندي. ممكن اقدر اشيل كل دول. تمام حلو. وده كده بالنسبه لي جيتت. وجيتت من الحاجات الاساسيه اللي مفيش اي مشروع انت ممكن تشتغل فيه ما تلاقيش انه مستخدمها. كذلك جيتت هي عباره عن سيرفيس لوكيتور، واللي من خلالها اقدر اطبق كونسبت ديبندنسي انجكشن عشان اريجست لسيرفيس او ريبو او حتى كيوبيت. وده يعتبر كل حاجه نقدر نتكلم فيها عن ديبندنسي انجكشن او عن السيرفيس لوكيتور. اشوفكم في الفيديو الجاي والسلام عليكم.